اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا، نتمنى إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. أولا وقبل كل شيء كنقول لكم مبروك عواشركم، والله يتخلى عليكم بالصحة والسلامة بكل ما كتمناو نتوما وعائلاتكم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذا كيف ما كتلاحظوا أخواتي معايا غنشارك معكم وصفة ديال بليغات بالزنجلان ببساط في المقادير ديالهم وكيجيو روعة. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. اذا بسم الله على بركه الله غنعطيكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنا في السلافه درت 500 غرام ديال الدقيق، ضفت عليها 300 غرام ديال الزنجلان الصحيح، يعني غير كنصهدو شويه في المقله، يعني ما كنحمروش اخواتي، غير فقط كيتصهد وكنوضعوا على الدقيق. ضفت كذلك معلقه صغيره ديال حبه الحلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع، وضفت كذلك خماره ديال الحلويات من وزن 7 غرام. كنضيف مع قبيصه ديال الملح. كنخلط هاد المكونات الجافه مع بعض حتى كنسجموا جميع المكونات. في هاد الاثناء غنضيف 4 المعالق كبار ديال الزبده، يعني بحراره المطبخ. هنا اخواتي يعني نسيت ما جبتهاش من قبل، فانا دوزتها فقط في الميكرووند غير واحد شويه. فانتم جبدوا الزبده ديالكم من قبل هكا، يعني كترطاب وكيسهل انكم تخدموا بها. ضفت كذلك 4 المعالق كبار ديال زيت المائده، ممكن تضيفوا زيت الزيتون، وضفت اصفر بيضه. كنبقى نخلط هاد المكونات وكنعجن بماء الزهر. بالنسبه اخواتي الماء الزهر فتقريبا كتاخذ 250 مليلتر ديال ماء الزهر. فكما كتلاحظوا معايا العجينه كتجي قاصحه، يعني ما كنرطبوهاش اخواتي، كتجي قاصحه وكندلكوها مزيان. فانا دلكتها من قبل. في هذا الاثناء غنقسم يعني هاد العجين الى 3 قطع او لا 4، يعني كيف ما كيعجبكم. هنا قسمت العجين على 3 الكويرات. كيف ما قلت لكم يعني العجين خاصو يكون ضروري يكون قاصح. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما شكلت الكويرات كنوضعوهم ضروري نوضعوهم في صاك بلاستيك اولا بلاستيك غذائي، وكنخليو هاد الكويرات يرتاحوا مزيان، يعني على الاقل واحد ساعه ونص ديال الوقت باش يرتاحوا فيه مزيان. اذا هنا اخواتي من بعد مرور تقريبا ساعه ونص حتى لساعتين ديال الوقت ممكن تعجنوهم في الصباح وكتخليهم ضرور الغدا وكتشكلوهم. فاحنا كنطلقوهم بالمدلك، ما كنستعملوش نهائيا بالدقيق. فالعجين اخواتي ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش عاوتاني رقيق بزاف، وكنشكلهم بهذا الشكل، يعني كنقطعوا مربعات وكنجمعوا دوك الاطراف اللي كيكونوا مقابلين وكنضغطوا عليهم هكا ما كيتحلوش لينا يعني ملي كنقليوهم. يعني طريقه جد سهله وكيوجدوا في وقت يعني وجيز. فانا غنستمر اخواتي حتى نكمل الكميه كامله ديال البليغات. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا شكلت البليغات كاملين حتى نكملوا كامله الكميه اللي عندنا ديال العجين، وغندوز باش نقليهم. كناخذ اخواتي مقله كتكون شويه كبيره، كنوضع فيها كميه ديال الزيت، كنخليوها تسخن مزيان ديك الزيت، ومن بعد كنقصوا عليها العافيه وكنرميو البليغات. كنشوفوهم يعني اللون ديالهم كيتذهب، كنخليوهمش حتى كيتحمروا بزاف، لان من بعد ملي كنوضعوهم في العسل يعني كياخذوا داك اللون الاحمر ولا داك اللون ديال المعسلات. كما كتلاحظوا معايا كنوضعوهم من بعد في العسل
كنخليوهم في العسل مده ديال يعني من بعد ما نديرو القاليه الثانيه، ومن بعد كنزول هادو من العسل وكنرميو الاخرين. كيف ما كتلاحظوا اخوات هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات، كيجيو ساهلين بساطين وكيجيو بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال استحسانكم وتعجبكم. والا عجبتكم الوصفه اخوات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وكذلك تشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء. الى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.